ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بكل خير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعضينا خيار مخلل هتعمليه وتاكلي منه تاني يوم. بصراحة طعمه تحفة وكمان احسن من اللي بنشتريه من بره. لو اول مرة تشوفي الفيديو انا سهام معاكي. اعملي اشتراك في القناة وما تنسيش تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي، وكمان عندي بيج على الفيسبوك بنفس اسم القناة موضوع مختلف. اول حاجة هنعملها هنجيب الخيار بتاعنا ونغسله ونحط فيه شوية مية ونسيبه. بعد كده نحط عليه ربع كوباية من الخل ونسيبه شوية حلوين، يعني كده في حدود ساعة وهو عليه الخل. بعد كده هنجيب حلة ونحط فيها مية، اول ما تبدأ تسخن معانا هننزل بمعلقتين كبار من الملح، هننزل كمان بمعلقتين من عصير الليمون، ومعانا 5 معالق كبار من الخل، وهنسيبهم يغلوا شوية. تمام كده. خطوة كمان مهمة بنحب ننزل كمان بكركم، عبارة عن نص معلقة عشان تديله لون حلو، وكمان شطة على حسب انتوا بقى بتحبوه مشطشط ولا لا. لو حابينه مشطشط قوي حطوله. كده المية غلت بتاعتي، هبدأ انزل بالخيار بتاعي وهغطيه. انا مش هعمل فيه حاجة غير ان انا اغطيه. هي المية لسه سخنة اهي، هغطي عليه يعني يا دوب ياخد له غلوة ونطفي عليه على طول، وهنسيبه بقى في الحلة لحد ما الحلة تبرد خالص والمية تبرد خالص. بعد كده نبدأ نحطه في العلبة اللي انتوا شايفينها دي. هجيب بقى 5 فصوص توم واحطهم في الأرضية بتاعة العلبة. عندي كمان كزبرة ناعمة هحط منها معلقة كبيرة. بيدي طعم حلو قوي للخيار المخلل. بعد كده همسك الخيار بتاعي وابدأ ارصه بالشكل ده. انتوا شايفين هو شكله بقى عامل ازاي؟ هو خلاص يعتبر طاب. انا كنت غليت عليه المية وبعد كده طفيت عليه وسبته بالمية المغلية دي لحد ما المية بردت. بعد كده هغطي عليه زي ما انتوا شايفين. حطيت المية بحيث ان هي تغطي الخيار. بعد كده حطيت بلاستيك راب وخلاص قفلت عليه. كده خلاص. بعد كده نحطه بقى على جنب، وتاني يوم ان شاء الله ناكل منه وهتاكلوا احلى خيار عمركم ما دقتوه في حياتكم. لو عملتيه الصبح تقدري تاكلي منه بالليل برضو لان هو ما بياخدش وقت. كده خلاص بدأت افتح عليه زي ما انتوا شايفين. اتفرجوا بقى معايا على الحلاوة. بأمانة طعمه كان حلو قوي وما اخدش وقت خالص. اعملوه بالطريقة اللي انا عملت بيها دي، طريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. طبعا لو عندك كمية اكبر هتضاعفي الكمية بتاعة الملح والليمون والخل وكمان الكمون والثوم. الثوم بصراحة بيديله طعم حلو قوي. عملت كمان على القناة بتاعتي الليمون المخلل، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت هنا في صندوق الوصف بحيث تشوفوه. ليمون مخلل كان تحفة برضو، وكمان عملت لفت مخلل بس لسه هنزله بقى على القناة. اتمنى فيديوهاتي تكون بتعجبكم. شايفين طاري ازاي؟ بحب اشوف كومنتاتكم وبحب اشوف تشجيعكم ليا. جربوا الطريقة دي، طريقة سهلة جدا تاكلي منها على طول تاني يوم، ولا بتحتاجي تقعدي ولا تاخدي وقت خالص في اي حاجة. اتمنى كل وصفاتي تكون بتعجبكم، واتمنى تكونوا بتجربوا كل الحاجات دي. بألف هنا علينا وعليكم. باي باي.